بلال الخنوس جنك. السلام عليكم متابعينا الكرام. فاجأ وليد الركراكي ربان المنتخب المغربي الأول الشاب بلال الخنوس جناح فريق جنك البلجيكي بعدما وضع اسمه ضمن القائمة النهائية لأسود الأطلس التي ستشارك في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر. فرغم أن صاحب 18 سنة لم يكن ضمن العناصر في منتخب بلدهم في الآونة الأخيرة، إلا أنه تمكن من ضمان الحضور في أضخم حدث كروي بالعالم. وفي هذا الفيديو سنسلط الضوء على 3 أسباب جعلت المدرب وليد الركراكي يقرر ضم اللاعب بلال الخنوس إلى القائمة النهائية للمونديال. لكن قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل جديد. إقناع مارتينيز. رغم الاتصالات المكررة التي أجراها مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز مع اللاعب بلال الخنوس، إلا أن الأخير استطاع إقناعه بأنه يريد تمثيل المنتخب المغربي. فمباشرة بعدما تم استدعاء الخنوس أول مرة للمشاركة مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة في نهائيات بطولة كأس العرب للشباب بمصر، اقتنع بضرورة الاستمرار مع أسود الأطلس وتحقيق حلم جده الذي كان يريده أن يلعب مع المنتخب المغربي الأول. المغرب كيعجبني بزاف، دائما نلعب مع الكلب الخلف ديالي هو ماروكي. دابا انت حسمتي الامر ديالك بان كتلعب مع المغرب، شي رساله للجمهور المغربي. صاحب مهارات عالية، حرص وليد الركراكي على الاهتمام باللاعب ودعوته إلى صفوف المنتخب المغربي، كونه يملك موهبة كبيرة ويتميز بفنياته العالية، وهو الأمر الذي قد يحتاجه المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم بقطر. ومن المؤكد أن سرعة بلال وقدرته على اختراق دفاع المنافس ستجعلانه قادرا على الاستمرار مع المنتخب المغربي مدة أطول، وهو الذي حقق حلمه ببلوغ صفوف المنتخب المغربي الأول وعمره 18 سنة فقط. تحفيز لمواهب أخرى. اختار مدرب المنتخب المغربي الأول وليد الركراكي استدعاء اللاعب بلال الخنوس كي يحفز عناصر آخرين من أصل مغربي وينشطون في دوريات أوروبا على اختيار اللاعب لبلدهم الأصلي. وضم الركراكي للاعب وجه من خلاله رسائل للعديد من المواهب الشابة أصحاب الجنسية المزدوجة، وأكد من خلاله أن الباب سيظل مفتوحا داخل منتخب المغرب لكل لاعب مجتهد ويريد تمثيل أسود الأطلس عن قناعة من دون فرض أي شرط على مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم. ما رأيك أنت عزيزي المشاهد؟ شاركنا برأيك في قسم التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.